احنا مش بتوع كوره بس، احنا بتوع كله. احنا بتوع توعيه وبتوع دور ثقافه. فاحنا قناه كبيره. القناه الكبيره ليست في الرياضه فقط، لها دور ثقافي، لها دور توعيه، لها دور تربيه. من بعد الشغب اللي قام به الجمهور الجزائري واقتحامهم الملعب قبل انطلاقة المباراة، خرج محلل قنوات بي ان سبورت المصري أبو تريكة وانفجر غضبا على الجمهور الجزائري وعلى الشعب الجزائري، خصوصا وأن هذه ماشي هي المرة الأولى، هذه هي المرة الثانية اللي الجمهور الجزائري كيدير فيها الشغب، وماشي في بلاده، في بلادة الناس في المغرب. يعني الأمن المغربي كان بإمكانه أنه يسجنهم ويطرى عليهم بحال ذاك اليوتيوبر الشهير اللي بقى محبوس، راه يلا خرجت الايامات هذه. بلا ما نطول عليكم، سمعوا ابو تريكه شنو قال. احنا مش بتوع كوره بس، احنا بتوع كله. احنا بتوع توعيه وبتوع دور ثقافه، لان مش دورنا بس ان احنا نقول لك الكوره دخلت في الشبكه وخرجت من الشبكه، الحكم صفر، حكم في قضايا اهم، فلازم تبقى ملم بكل حاجه. مش جات الكوره بس، الكوره مش كوره دلوقتي بس، كوره حاجات تانية، واللي زعلان يزعل يطفي، انما مش دورنا ولا حتى انا بتكلم عن نفسي. مش هيبقى دوري بس ان انا اجي اقول لك بيلعب 4 4 2 4 3 3، لا مش دوري. لو دوري هقعد في البيت. انا بتكلم عن نفسي. فاحنا قناه كبيره. القناه الكبيره ليست في الرياضه فقط، لها دور ثقافي، لها دور توعيه، لها دور تربيه. فانت لو عايز تسمع كوره بس في قنوات تانية، انما احنا لا، ده السيناريو بتاعنا. ومفيش حد، احنا خلي بالك احنا مفيش تعليمات. صراحة محمد أبو تريكة رجل محترم، ولكن في هذه الحالة صراحة محمد أبو تريكة محلل ولاعب محترم، ولكن في هذه الحالات هادو كينفجر غضبا صراحة، ما كيعطلهمش. وهذه هي المرة الثانية اللي الجماهير الجزائرية كدير هذا الشغب هذا. وفي المغرب يعني المغرب ساكت لهم بزاف. محلل جزائري في قنوات بي ان سبورت بعد توقف المباراة شنو قال على الجماهير السوية، حيت هو صحاب لي راه ماشي غير هو، راه كلشي صحاب لهم. واش الجماهير ديال الاسفي هما اللي بغاو يحتفلوا وبغاو ينوضوا البلبله، ما فراسهمش بالله راه الجمهور ديال الجزائر هما اللي دايرين هذه الفضيحة كاملة. مدينة أسفي المغربية، وتم تأجيل ضربة البداية بسبب اقتحام بعض الجماهير القليلة طبعا إلى أرض الملعب. نشوف صراحة أن نشوة جماهيرية عادية، دخول أرضية الميدان، وإن شاء الله خلاص الأمور ترجع للمنطقة العادية، ونشوف مباراة في القمة، مباراة نصف نهائي كأس إفريقيا. الحكم أحمد لازم يوقف المباراة، ومطابق أنه يأخرها إلى أن ترجع كل الجماهير إلى أماكنها، ويضمن الحراسة وزيادة الحراسة على منع نفس هذه الحالات. يعني يقول لك الحكم أنه يشكك في السكيورتي، في حماية اللاعبين، حمايته هو وطاقمه وكذا. الحين أكيد راح يتكلم في الجزئية، يعني زيادة الحراسة وتأمين الملعب بطريقة أفضل، اقتحامات، ومن ثم راح نشوف أنه راح يرجع إلى إطلاق صافرة البداية. صراحة هادشي اللي بقى فيها بزاف هو أن البث المباشر كان منقول في قناة بين سبورت، وقناة بين سبورت كبيرة بزاف، راه كلشي كان كيتفرج المباراة، وبداو كيقولوا ان الجماهير ديال الاسفي هما اللي نوضوا البلبله، هما اللي داروا الشغب، ما ذكروش الجماهير ديال الجزائر كاع. وفي الكواليس من بعد ما كلشي عرفنا ان راه الجماهير ديال الجزائر هما اللي نوضوها وبداو كيديروا الشغب وبداو كيهرسوا ويضربوا. والحمد لله الفيديوهات راه كاينين من بعد المباراة، كلشي غادي يمشي يتفرج، غادي يشوف شنو طرا، يشوف شكون نوض الروينه هو الاول وشكون السبب في هادشي كامل. ما علينا. كنتمنى داكشي اللي قلت لكم في بدايه الفيديو، ان الامن المغربي على الاقل يشد شي عناصر، شي 5 ولا 6 العناصر، يسجنهم على الاقل 6 اشهر حتى العام. علاش؟ باين السبب هو باش ما تعاودش هاد الفعله هذه. ولكن الخطأ بدا من هنايا. قال لك أولمبيك أسفي توزع تذاكر مجانية على الجماهير الجزائرية في مباراة نصف النهائي. دابا واش هاد الناس هادو غادي توزع لهم تذاكر مجانية غير بالعقل؟ راه ما يستاهلوش. تفكروا غير داكشي اللي دارونا في كأس إفريقيا، واش صافي نسيتو؟
راه المغاربه اللي فيهم النفس هما اللي غادي يحسوا بيا وغادي يفهموني. واش عقلتوا شنو كانوا كيديروا في الملعب ديال مراكش؟ رونوا وهرسوا وحيحوا، وشحال من واحد تآدا، رجال الامن، الناس اللي واقفين تما كلشي تآدا بسبب الشغب اللي كيديروا هاد الجماهير المتخلفه. راه خلاها ابو تريكه قال لهم الجماهير المتخلفه، يعني ما خصكش تفرق لهم تذاكر مجانيه، راه حشومه والله. راه انت اصلا راك شفتي شنو داروا قبل في الملاعب ديال مراكش، وشفتي شنو داروا في كاس افريقيا بصفه عامه، وداك التصرف اللي بداو كيديروا ديال الفلوس وشحال من حاجه، زيد وزيد. يعني غير داك الشيء غادي يخليك انك ما على الاقل غير دير لهم تذاكر بالفلوس، وغلي عليهم انت كاع شكون غادي يدوي معاك. وباش تجي باش تعطيهم التذاكر فابور، هذه ما كتدخلش العقل صراحه. انا من عندي ما يدخلوش للتيران كاع من بعد داك التصرف. تمشي تدوي مع القجع، قول يصيفطوا شي طلب الطاس ولا مهم القجع عارف شنو كيدير، يقول لهم اخوتي هادو راه ما بغيناهمش يدخلوا للتيرانات ديالنا، حيت هادو كيشكلوا خطر على الشعب المغربي، على الشعب ديالنا. حنا مسالمين، حنا ما كان ادي واحد، هادو راه غادي يشكلوا علينا خطر. واخا راه شنو طرا لهم في التيران، راه تعذبوا بلا نوريكم شي فيديوهات. غير نكمل هذه الفكره هذه، وراه كنظن انكم فهمتوني. ما تدخلهمش التيران كاع، حتى لا دخلتيهم غلي عليهم باش غير شي ناس قلال، حيت ممكن يكونوا شي ناس محترمين عندهم هما اللي غادي يدخلوا يتفرجوا ويمشيو بحالهم، حيت هذه هي الكره. وانت مدخلهم فابور، علاش كتقلب؟ راه بغيتي نساء الصداعات هادو. المهم القصه من هنا بدات. الجماهير الجزائريه بدات كتستفز الجماهير ديال الاسفي. هانتوما كيف ما كتشاهدوا في هاد الصور هادو، بداو كيستفزوهم، بداو كيعايروا، بداو كيشيروا، وبقاو صابرين. الجماهير ديال الاسفي هانتوما كيف ما كتشوفوا كينقزوا الكرياج، راه طاحوا كاع وسط التيران، وبداو يقربوا الجماهير ديال الاسفي، بداو كيشيروا عليهم، وشيروا حتى على مساكن دوك الصحفيين، رجال الامن، وبداو صابرين ليهم، صابرين. ولكن الصبر راه كيتقادى. مباشره من بعد واحد المده اللي ما طويلاش بزاف، الجماهير ديال الاسفي غادي تدخلوا وغادي ترد عليهم. هانتوما كيف ما كتشاهدوا بداو كيشيروا عليهم، يعني من حقهم هما، راه بداو كيعايروا والامن ما تدخلش. كانوا معطلين، ما كانوش كيتوقعوا يطرا هذا الشيء. واخا راه هذا الشيء راه باين، راه هاد الجماهير ديال الجزائر راه متخلفين، راه نقولها ونعاودها. مهم هكا ردوا عليهم الجماهير ديال الاسفي. يعني داكشي اللي تقال في بين سبورت راه ماشي صحيح. راه الجماهير ديال الجزائر هما اللي بداو كيستفزوا، وفقط الجماهير ديال الاسفي غير ردوا عليهم وصافي. الخلاصة صحيح المباراة انتهت، نادي اسفي هو اللي تقصى، ولكن كنتمناو هادشي ما يدوزش ليهم سالم بحال ديال المرة الفايتة في كأس افريقيا في ملعب مراكش. فقط تعطاو شي عقوبات اللي خفاف لدوك الجماهير اللي بداو كيعايروا، بداو كيهرسوا وصاحب الفلوس. كنتمناو هاد المرة هادي اولا هاد الجماهير الجزائرية على الاقل واحد 6 ولا 7 كيف ما قلت لكم غادي تسجنوهم على الاقل واحد 6 شهور حتى العام. علاش لا؟ حيت هذه ماشي المره الاولى، هذه المره الثانيه. وحشومه يجيو يقيدروا الشغف في بلادك وتبقى ساكت ليهم، راه ما غاديش تقدر. ضروري خاصك ترد عليهم، وداكشي اللي داروا الجماهير ديال الاسفي. يعني ما خصكش تهضر مع الجماهير ديال الاسفي بتاتا، غادي تهضر مع الجماهير ديال الجزائر. كنتمنى يكون طرا هذا الشيء، حيت مازال ما غادي نعرفوا حتى حاجه من بعد تيدوز الوقت عاد يوصلوا لنا الاخبار واش تشدوا واش شنو طرا.
والحاجه الثانيه هي الفريق الجزائري كنتمناو حتى هو ما دوز ليه الشالمه، حيت هو السبب في هذا الشيء. النفسيه ديال اللاعبين ديال اسفي تاثرات من بعد هذا الشيء اللي طرا. يعني ضروري خاصك تشوف معاهم شي حل حتى هما، علاش لا ما تقصيهمش حتى حاجه مو مستحيله. حيت راه في الاول في بين سبورت ملي كنقول هادشي كانوا كيقولوا راه اسفي غادي تاثر من بعد هاد الشغب اللي داروه الجماهير ديال اسفي، حيت كانوا كيسحب لهم راه الجماهير اسفي هما السبب. يعني كانوا كيقولوا غادي تقصى وغادي ينسحب الجمهور ديال او اللاعبين ديال الجزائر، ولكن راه طرا العكس. يعني كنتمناو حتى يطرا العكس حتى في هذا الشيء. النادي الجزائري علاش لا ما تقصاوش ودوز اسفي، يستحقوا، حيت القانون هو القانون.